فاضل على كاس العالم 34 يوم، وعشان كده خلوني ناخدكم معايا في رحله لمده 48 يوم هنتكلم فيهم عن ال 48 منتخب اللي مشاركين في كاس العالم. والنهارده اليوم ال 15 وهنتكلم عن السنغال. انا حديتي على قلبي موت والله. انا بقى عندي تروما بجد من السنغال، ورايا حتى على اليوتيوب. طبعا هتلاقي واحد سنغالي دلوقتي في الكومنتس كاتب لي مرحبا اخي الكريم، نحن نحبكم في الله. بس يا عم بقى بطل كده يا عم، لو بتحبونا في الله ما تغلبوناش تاني، لو بتحبونا في الله ما تلعبوناش تاني. انا تعبت. مش عامل حاجه، انت كنت بتضربني، انا كنت تضربنيش، انت ولا كبرت ولا كنت تضربني. خلاص معلش ما تزعلش عليا. السنغال شاركت اول مره في كاس العالم سنه 2002، وفي اول ماتش في تاريخها في كاس العالم وقعوا قدام فرنسا حامل اللقب وبطل اوروبا وقتها. فريق اول مره يشارك في البطوله وحامل اللقب، نتيجة متوقعة يعني، مستنيين ايه؟ لكن السنغال كسبت 1-0 بهدف بابا بوبا ديوب في صدمة صدمت العالم كله. ديوب خلع التيشيرت وحطه على الارض، واللعيبة كلها احتفلت حواليه في رقصة سنغالية مشهورة جدا. زلزال بقى حصل، احتفالات في كل حتة، لدرجة ان الرئيس السنغالي وقتها اعلن انه اليوم ده اجازة رسمية في البلد. عموما ده العادي بتاع السنغال، يعني من كام شهر لما خدوا افريقيا برضو خدوا يوم اجازه. اتعشم بقى انه ده يبقى العادي بتاعنا، اي ماتش مهم يكسبوا المنتخب تاني يوم يبقى اجازه رسميه، مش هقعد اسهر بالليل اعمل كونتنت وانزل الصبح الشغل عادي جدا. طبعا بعد الفوز المفاجئ ده الناس مش هتسيبهم في حالهم، فابتدى يطلع بقى اشاعات انه السنغال استخدمت بقى مشايخ وحاجات من شبه دي عشان خاطر تكسب منتخب فرنسا. بس الحكايه الاجمل لمنتخب السنغال في 2002 هي المدرب الفرنسي برونو ميتسو. الراجل ده يا جماعه عشق السنغال بجد وحبها من قلبه، لدرجه انه اعتنق الاسلام واتزوج من واحده سنغاليه وغير اسمه لعبد الكريم ميتسو. ولما توفى كانت وصيته ان هو يدفن في السنغال مش في فرنسا، وفعلا جنازته كانت جنازه وطنيه وحضرها رئيس السنغال بنفسه، واتحفر اسمه في تاريخ السنغال للابد وبقى رمز من رموز اسود التيرانجا. كمان منتخب السنغال بينفرد انه صاحب اغرب خروج من كاس العالم الحديث. في مونديال روسيا حصل انه اتساوت اليابان مع السنغال في كل حاجه، في النقط، في الاهداف، في المواجهات المباشره. وقتها الفيفا طبق قانون لاول مره وهو قانون اللعب النظيف، وبما ان لعيبه السنغال خدوا كروت صفراء اكتر بمرتين من منتخب اليابان تم استبعاد السنغال وصعدت اليابان. وده حرفيا كان اكتر خروج يقهر في التاريخ. يلا معلش حبايبنا برضو يستاهلوا كل خير. بس بعيدا عن الضحك والهزار، فالسنغال فعلا من المنتخبات المميزه في افريقيا، واللي عملوا مشروع قوي وتاريخي ومميز ويستحقوا يحققوا اكتر من اللي حققوه بكتير، بس اتمنى يحققوه بعيد عننا شويه. جربتوا تلعبوا في قاره تانية؟ لو ما جربتوش يا ريت تجربوا.